عاملين ايه يا احلى اخوات في الدنيا؟ وحشتوني بجد كتير كتير. كل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم كده الايام بخير. والسنة الجاية كده يا رب كلنا نبقى على عرفات يا رب، اللهم امين، قولوا امين. وحشتوني كتير بجد. انتوا عارفين بقى زنقة العيد وفرش الشقة وعمايل الشقة مع الصيام. فكانوا من زنقة، عشان كده كنت متأخر عليكم، حقكم عليا. فالنهارده بقى قلت كده اصور فيديو خفيف كده معاكم ان شاء الله، عشان اتكلم معاكم واقول لكم ان انتوا وحشتوني ونشوف هنعمل ايه مع بعض. لاني بجد انا قصرت كمان معاهم في العيد، فقلت النهارده كده افرحهم واعمل لهم شويه حاجات كده كمان، عشان احنا عندنا ثانويه عامه. ربنا يا رب يرضيهم ويكرمهم كلهم يا رب، ويكبر بخاطرهم وينجحهم اللهم امين. فتعالوا بقى كده نقول بسم الله. واول حاجه هعملها، هنعمل كده حبه قرص وحاجات كده للفطار. فمعايا كده كيلو دقيق منخول، وعليه كيس خميرة، ومعاه كمان معلقة بيكنج باودر، ومعلقتين كبار من السكر. وخلاص على كده. هتعجني بقى بمية، هتعجني بالحليب، هتعجني مثلا بلبن ربع عندك، اي حاجة موجودة. ما عندكيش خالص بمية دافية وهتطلع معاكي زي الفل. حطيت كمان معلقة كده من الخل. انا كان عندي لبن رايب، لما بيروب مني كده ويقطع بشيله في كيس واروح حطاه في الفريزر. بينفعني الصراحة في المعجنات، في الكيكة، في اي حاجة. المهم كده دفيته وحطيت عليه مية، ونزلت بأول كوباية ودي تاني كوباية. واحدة واحدة كده بس منك، عشان ما تنزليش بالدقيق مرة واحدة، بالسوائل مرة واحدة، عشان مش كل الدقيق بياخد زي بعض. وقعدت أعجن أعجن أعجن، وفي الآخر كده لما العجينة اتلمت معايا وبقت بتلزق، رحت نازلة بربع كوباية زيت. وافضلي برضو كده اعجني بقى، ودخلي الزيت جوه العجينة لحد ما تطلع معاكي بقى عجينة كده عاملة زي اللبانة، وبتلزق وجميلة وطرية وناعمة. هتديكي طبعا هشاشة، وهتديكي طبعا معجنات حلوة جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بس كده ركنتها بقى، وقلنا نبدأ في الغدا. انا كنت في مشتريات العيد كنت جايبة سمك كده قبل ما يقفلوا، طبعا انتوا عارفين كله هيقفل في العيد وبعدين يفتحوا والحاجة تبقى غالية مولعة. فقلت بقى كده ما اجيب سمك، كان نفسي في سمك مكرونة. ساعتها لقيت، رحت جايبة سمك مكرونة، وجايبة كده بلطياية لبابانا عشان مش بياكل السمك المكرونة. هنا بقى معايا مية، حطيت فيها عصرة ليمونة، وحطيت شوية جنزبيل، وحطيت شوية ملح. ما بحطش خل، الخل بيهري السمك. وكمان السمك من الحاجات اللي هي مش بتستحمل خالص تفضلي تغسلي فيها وتنضفي فيها. لا، بالراحة كده عليها علشان هي مش بتستحمل. كمان المكرونة كنت مخليه راجل منضفهالي. فطبعا عشان هشيله في الفريزر، هو بينضفه، ولما باجي بشيله في كذا كيس واحطه في الفريزر. مش بغسله خالص عشان لما تطلعيه اكنك لسه جايباه. وانا مش بحب يعني بالذات السمك اشيله في الفريزر يعني. بس ده كان ظرف يعني هيقفلوا في العيد انتوا عارفين، فقلت اجيبه واشيله، يمكن ايه نزهق ولا حاجه ونعمله. وانا ما طولتش كده عليه ولا حاجه، يا دوبك بعد العيد على طول اهو كده عملته. بس قلت بقى ايه اغسله معاكم كده. بص انا حاطاه في مصفى. المصفى دي من الحاجات الجميله اللي هي هتخليكي ايه الحوض نضيف وزي الفل زي ما انت شايفه كده. كل حاجه بقت في المصفى. انا في الاخر شلت كل الراس بتاعه السمك المكرونه، يعني استغنيت عنها وخلاص، وصفيتها كده كل الشوائب دي كده من الميه. وهجيب كيسة كده واروح رميها فيها، واروح حطها في باسكت الكمامة، وخلاص على كده. والحوض بتاعي زي الفل، يا دوبك بس هتصبنيه وخلاص. انا بعمل كده كمان في الطيور، لان الطيور من الحاجات برضو اللي بتبهدل الدنيا جدا عن السمك، وبتحتاج بقى نظافة وتعقيم وكلام وحاجات كتيرة كده. بس قلت بقى ايه اوريكم انا بعمل ايه، علشان لو مش عارفة الموضوع ده اعملي كده بجد. موضوع المصفى دي هينجز معاكي وهيخلي الدنيا حواليك نظيفة. ويبقى جنبيكي كيس كده ترمي مثلا فيه لو حابة ترمي فيه اي حاجة. وخلاص على كده نضفت الحوض بتاعي. وطبعا سايبة معايا العجينة يعني بتختمر كده بتاع 10 دقايق ولا حاجة. السمك مخدش مننا أي حاجة. غسلت كل حاجة حواليا. الكوباية دي حطاها تحت الحنفية عشان عندي الحنفية بتخر، ولما بتخر المية بتنزل تسرسب في الأرض كده وتغرق لي الدنيا مية. فحاطة الكوباية ديت، وحاطة كمان ايه الفوطة. المهم انا هنا بعمل الحاجات المهمة والضرورة الضرورية اللي ببقى شايلاها في الفريزر. دقة السمك
بجد من الحاجات المنقذة جدا، لان هي بتاخد حاجات كتيرة، بتحطي توم، تحطي توابل، وتحطي ليمون ومش عارف ايه وفلفل وكل الكلام ده. ان شاء الله اعملها معاكم. بعمل حتة دقة سمك بجد تحفة ما شاء الله. هقول لكم بعملها ازاي وايه التريكات بتاعتها في مرة كده اكون مش عندي وهجيبها واعملها معاكم. انا كده اصلا دولت اخر حاجة معايا وخلصت وخلاص ان شاء الله. والمرة الجاية لما اجيب سمك تاني هبقى اعملها بقى بالتفصيل معاكم باذن الله. هنا بقى كنت سايباه في المصفى يتصفى، قلت بقى احياه واسيبه برضه على جنب وبعدين اشوف هعمل ايه. يلا بقى لو لسه ما اشتركتيش اشتركي عندي في القناة ونوريني وشرفيني، وابقي اختي كده من اخواتنا ومن العيلة الجميلة بتاعتنا. وكمان ما تنسيش تحطي لايك فضلا وليس امر عشان القناة تكبر بيكم كده يا رب اللهم امين وكله يستفاد. المهم بقى انا هنا كمان بعد العجينة بقى ما اتعجنت وركنت السمك على جنب، قلت العجينة خمرت، قلت بقى ايه، جبت هنا كنت جايبه علبه جبنه اسطنبولي علشان تدي طعم كده في المعجنات بتاعتي. قلت بقى ايه احشي بقى كده خلية النحل بتاعتنا. طبعا بقى عندك بقى امتحانات وعندك ثانويه عامه، قومي بقى كده الشطري واعملي لهم حبه حاجة كده تنفعهم. حلو وحادي، احنا كمان هنعمل حلو معانا النهارده حلو قوي وسهل وبسيط مش هياخد منك حاجه خالص. قلت بقى كده ايه ادلعهم عشان انا كنت مقصره معاهم. فاليوم ده كان متعب جدا بالنسبة لي، يعني طول النهار حرفيا انا واقفة في المطبخ لحد بالليل. الحمد لله رب العالمين. يعني داخل المطبخ كده حوالي الساعة 1:30 الظهر، طلع منه الساعة 9:30 بالليل. اخرج واجي اعمل حاجة وارجع. ما قعدتش غير ساعة الغدا وخلاص ورجعت اشتغلت تاني. طبعا يوم السمك ده بيبقى يوم رهيب. الدنيا كلها في المطبخ حرفيا بتتفور، بوتاجاز بقى بالحوامل بالحيطان بالارض. بصوا مش قادره اوصف لكم الدنيا بتبقى عامله ازاي. فبيبقى بالنسبه لي يوم السمك ده يوم مرهق جدا. يعني لحد ما بتغسليه وتتبليه كده زي الفل، تعالي بقى اقليه ويحطي بقى الاكل وكده وهتلاقي الدنيا كلها بقى اتبهدلت واتزفرت زيت وانا ما بحبش ريحه السمك تفضل في البيت. فاول باول كده في ساعتها اروح مخلصه الدنيا حواليا علشان الدنيا ما تبقاش حواليا زفره يعني. عندك بقى ديتول، عندك معطر، عندك اي حاجه ريحتها حلوه. بعد ما تصبني بقى البوتاجاز والحيطان والحوض والرخامات وكل الكلام ده، امسحي الارض بيها ورشي بقى على الرخامات وظبطي دنيتك. ولو في شنطه في باسكت الزباله تخلصي برضو منها علشان تلاقي الدنيا حواليك نضيفة وزي الفل. انا بقى حشيت صينية بالجبنة والصينية التانية فاض معايا جبنة حطيت عليها بشري جبنة رومي وحشيتها طلعت تحفة. واخر حتة عجينة فردتها رول كده وبرمتها زي السينابون وحطيتها في الصاج تخمر وهعملها زي الايه التوست تمام كده. الصينية طلعت معايا، دهنت وشها سمنة او زبدة او اي حاجة وغطيتها وبقت هشة وتحفة وريحتها جميلة جدا. تعالي بقى هنا هعمل كمان الدقيق بتاع السمك. انا بفرش كده كيس من بتاع التلاجة بفتحه واروح فرشاه واحط بقى دقيق عليه نشا عليه كمون عليه رشة ملح علشان يديني كده السمك بتاعي يبقى كريسبي وجميل. المهم كل شغلنا النهارده كده كله من قلب البيت ومن قلب التلاجة علشان ما في السوق، ما نزلناش السوق لسه طبعا من ساعة العيد. السوق بقى طبعا كله بيبقى قافل. فكل الحاجات دي طبعا انا جايباها من قبليها وحطاها في البيت. فالمهم هنا بقى السمك المكرونة انا ببرمه كده ابرميه كده في الدقيق علشان ما يبقاش مفتوح منك، ولما تيجي تقليه ما يتهريش منك. انت بروميه كده بيبقى ماسك بقى نفسه مبروم كده وبيطلع كده الواحده بوحدتها. المهم هنا رحت عملته بقى تبلته برضو في الدقيق علشان بسيبه برضو شويه يشرب من الدقيق علشان ما يحرقليش الزيت. وديت رشه كده في الصينيه وخلاص وزي الفل. قولوا معايا عايزه اقول لكم ايه مش عارفه. المهم بعد ما خلصت السمك انا طبعا بسوي في الحاجات بتاعتنا اللي في التلاجة. عايزاكم بقى تدعوا كتير بجد اللي ولادنا اللي في ثانويه العامه ربنا يكبر بخاطرهم ويرضيهم يا رب ويفرح قلبهم. على قد تعبهم على قد كرم ربنا، ربنا يكرمهم يا رب بكرمه الواسع وينجحهم يا رب كلهم ويفرحهم ويفرح اهاليهم اللهم امين.
ويعينهم بقى اللي هم فيه بجد والله العظيم. امتحان العربي كان رخم شوية، فربنا يعينهم على اللي جاي ان شاء الله، ويبقى كله سهل بإذن الله. هنا بقى تاني صينية طلعتها، فدهنتها زي ما بقول لكم سمنة كده وغطيتها وبس وزي الفل. هاجي بقى هنا اعمل معاكم حبة رز زي العسل. فرمت كده بصلاية حلوة كبيرة كده مدملكة يعني، او بصلتين. الصراحة رز السمك بيحب البصل، يعني هو بيحب البصل بيسكره كده، بس الصراحه ما رضيتش اكتر. هنا بعد ما شوحته تشويحه بسيطه كده حطيت معلقه من السكر هكرملها معاه. بتديله تست عالي. وفي حاجه كمان تريكايه كده قمر بتخلي ريحته حكايه. اول ما خد اللون البني الغامق مش قوي معانا ده، يعني مش المحروق، هحط له بقى ايه معلقه كده من الدقه بتاعت السمك. وشمي احلى آه بصلاية رز في الدنيا بجد والله العظيم، ريحتها تحفة. وقرن فلفل اخضر كده، حبة تحطيه حامي حطيه، حبة تحطيه رومي كده حطيه. احنا عندنا هنا ما بيحبوش الحاجات الحراقة، فما حبيتش احط غير الرومي، يعني انا ما بجيبش الحراق ده اساسا. المهم هنا كمان كنت غاسله الرز ومصفياه. احنا بقى بنحب الرز السمك بالرز، يعني مش بناكله بالعيش والرز، لا هو رز بس. يعني اكلي برز يبقى رز بس، اكلي بعيش بيبقى عيش بس، ما بناكلش عيش ورز مع بعض. فاهمين قصدي؟ فاكيد في ناس كتيره كده، يعني في ناس بتحب الرز وفي ناس بتحب العيش الكتير، مع ان زوجي بيحب يعني الحاجات اللي بتتغمز اكتر، بس هو لا يعرف يغمز طبيخ ولا يعرف يغمز سمك ولا الكلام ده، ياكله بالرز بس. وهنا شربته بقى، ما تكتريش المية بتاعت رز السمك علشان البصل ما يعجنش ما يعجنش الرز، فما بياخدش منك مية كتيرة برضو. وكمان حبيت اعزز بقى كده اللون بتاع الرز بتاعنا، فحطيت شوية كده بودرة زعفران تديله لون تحفة، وظبطت الملح بتاعه. وخلاص على كده وهسيبه يستوي ونشوف هنعمل ايه تاني. طبعا طول ما انا واقفة لازم الدنيا حواليا تبقى نظيفة وزي الفل. هنا بقى طبعا شايفين الرول اللي احنا عملناه باخر قطعة من العجينة ده خمر وخمر وخمر. لما قال لي بصي ارحميني بقى ودخليني الفرن، الفرن عندي بعافية شوية فبتاخد وقتي في السوا، فخمر خمر يعني لدرجة ان هو لما خمر هبت سيكة، يعني اتنفخ كده وبعد كده هبت من كتر التخمير. فالحاجة لما بتقعد تتخمر كتير قوي زيادة عن حدها بترجع تهبط تاني، بس طالع هش وتحفة جدا. تقدري في المرحلة دي، انا بعمل الطريقة ديت في الفايش. المرحلة دي بقى كده هتبدأي كده تقطعيه زي ما انت شايفة كده صوابع، وتقلبيه تاني وترصيه في الصاج وتدخليه الفرن على درجة حرارة 170. هيتحمص معاكي وهيبقى احلى فايش في الدنيا. لكن انا عاملاه لهم كده، يحطوا عليه مربى، يحطوا عليه شوكولاتة، جبنة، اي حاجة، بجد هو طعمه كده زي العسل. وهيرمي معاكي برضو، بصوا اللهم بارك، كيلو دقيق رمي معاكي كمية حلوة جدا. اول ما تلاقيها بقى دافية معاكي المعجنات، ابدأي شيليها في كيس وحطيها في الفريزر. هتنزلي منها على الرخامة تهدى شوية، هتفك وهتفطري بيها. تقدري لو في ميكروويف تحطيها، تقدري تحطيها في الفرن برضه هتبقى حلوة جدا اكنك لسه عاملاها. شايفين هشة جدا جدا. حتة ان انتي حطي الزيت في الاخر دي بجد بتفرق قوي. هنا بقى بدأت اقلي كده واحضر بقى الغدا. خلاص بقى احنا كده بقينا اخر النهار، يعني قولي مثلا على المغرب. فقلت بقى احضر الغدا بقى ونتغدى، وبعدين شايفين البوتاجاز لونه ايه؟ فله شمعة منورة. تعالوا بعد السمك مش قادرة اوصف لكم بقى يعني على البهدلة والزيت والجمال. عايزة كمان اقول لكم، اللي حابب يعمل رخامة للبوتاجاز وللحوض، نصيحة نصيحة بجد مني، بلاش الرخام الابيض، بجد مشكلة كبيرة جدا، مش حلو، بيبقى عايز على طول ايديكي فيه نظافة مستمرة. خلي بالك جدا جدا منه، بالذات لو عندك اطفال، لو عندك شباب. انا ولادي يعني الحمد لله رب العالمين، لو شاي او قهوة او كده الحمد لله يعني تلاقي الدنيا متبهدلة من حواليهم. لو كوباية قهوة اتدلقت ولا شاي بيبقع في ساعتها، اي حاجة بتبقع فيه مش حلو خالص ومش عملي. المهم بقى هنا حضرت الغدا بتاعي، شايفين منظر الرز والسمك التحفة المقرمش العسل ده. وكمان عملت كده كام طماطمايه على قرن فلفل كده وملح وفلفل و رشة من الخل، عشان ما كانش عندي خيار كان خلص وكده معرفتش اعمل سلطة. ورحنا اتغدينا ورجعت
قلت بقى اما اعمل كوبايتين شاي كده انا والفرعون الكبير صاحب البيت، علشان طبعا سمك، بعديها شاي بالنعناع على طول او ليمون بالنعناع، بس هو بيحب يشرب شاي وانا الصراحه ماليش في الشاي، فعملت كوبايه صغننه كده. قلت يعني مره من نفسي. ما بشربوش خالص خالص خالص، مش من محبين الشاي يعني، نادرا لو شربت كوبايه. المهم عملت كمان الشاي، بس طبعا قبل الشاي كنت عملت ايه؟ نظفت المطبخ والبوتاجاز والرخامه وخليت الدنيا زي ما انتوا شايفين كده، زي الفل، زي الفل زي الفل. فعشان كده بصور على الرخامه بتاعت البوتاجاز عشان ورايا كميه مواعين رهيبه. شربنا الشاي. قلت بقى اما اخش بقى ايه اعمل لهم حاجه حلوه، يعني يبقى حلو وهادي وغدا، يعني مش هينفع اليوم يعدي كده يا جماعة. المهم كده جبت 3 تفاحات، قطعتهم كده، قشرتهم وقطعتهم كده شرايح رفيعة او مكعبات براحتك جدا، براحتك خالص. حطيت معلقتين سكر مش مليانين، وحطيت كمان رشة من القرفة، وحطيت معلقة كده من السمنة، وهديله تشويحة، وهنعمل بيه أسرع وأحلى صينية جلاش في الدنيا. تمام كده. يلا بقى حطي لايك، واوعي تنسيني في اللايك. خلاص بقى انا يعني انا فاضل لي 4000 ساعة يا جماعة، 3000 ساعة وشوية. نفسي احققهم قبل السنة ما تيجي عليا. دعوة كلية بجد، الله مستعان. علشان موضوع ال4000 ساعة دي يعني حاجة صعبة جدا، وتحقيقها صعب جدا. بس ما فيش حاجة بعيدة عن ربنا، وما فيش حاجة صعبة عن ربنا يعني. والله المستعان، وربنا يكرم الجميع يا رب، اللهم امين. المهم اديتها تقليبتين كده وطفيت، عشان مش عايزاه يدبل خالص، عايزاه يبقى مصحصح كده معايا وما ينامش مني. فتمام، فرحت ايه، رحت قلبت تقليبتين وخلاص، ورحت طافيه عليه وشكرا على كده. وتعالوا بقى، جبت لفة الجلاش اليتيمة دي اللي انا كنت راميها في الفريزر، وكمان طلعتها لقيتها كده متهربدة ومفرولة وحالتها بالبلة. قلت لها لا تعالي بقى، رحت جايبة السكينة وقطع قطع قطع كده شرايح زي ما هي وهي مدورة كده، وفككتها من بعضها. قلت لها تعالي بقى نعملك كده في الصينية، بدل ما انت قاعدة كده ايه لوحدك. المهم دهنت هنا الصينية بتاعتي، دي اكبر صينية في طقم البايركس. تقدري تعملي الوسط شوية عشان تطلع معاكي تخينة شوية وعالية. تمام، لان هي طلعت رقيقة السيكة كده معايا. المهم حطيت نص الجلاش، وبعدين هروح حط الحشو، وبعد كده هحط النص التاني. المهم حطيت هنا نصها، ورحت حاطة كده رشة من السمنة. حبيت بس اقرب لكم كده عشان تشوفوا الدنيا ماشية ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ظبطي بقى الدنيا كده. انت اي حاجة عندك في البيت حاولي تستغليها، حاولي تطلعي منها افكار، تطلعي منها حاجة. والله عارفين امبارح عملت لهم صينية كيكة من غير بيض. يعني بصوا حطيت كل حاجة، وكان عندي برضو لبن رايب، رحت عملت بيها صينية الكيكة، وبقبش برتقانة على كوباية الزيت، نص كوباية زيت كمان على كوباية السكر، وعملت لهم احلى صينية كيكة. كله برضو في البيت، ما اشتريتش اي حاجة. يعني كل اللي قدامكم دوت انا ما اشتريتش من الشارع غير علبة الجبنة. هنا بقى عايزه تزودي تفاح زودي، مفيش مشكله خالص، انا بحسبه كتير فبس طلع تمام يعني شغال. حطيت الحشوه، وبعدين هنزل بالنص التاني كده. طبعا انتي مشغله الفرن على درجه حراره 200، عشان انا فرنتي بعافيه زي ما قلتلكوا، وسايباها تسخن لحد ما اخلص. طبعا قبل ما تبداي بقى في صينيه الجلاش تكوني عامله الشربات بتاعها، كوبايه ونص سكر، عليها كوبايه ونص ميه، عليها عصره نص ليمونه، وما تقلبهاش وما تحطيش فيها المعلقه نهائي عشان ما يسكرش منك. وولعتي عليها اول ما غليت بعد الغليان ب10 دقايق تطفي عليها. تمام كده، لان هو بيبقى ايه شربات تقيل شويه. وهنا خلاص خلصت ودوست عليها كده، وهديها رشه كمان من السمنه، وخلاص على كده وهتخش الفرن. وبس كده عشان انا خلاص تعبت وعايزه افصل بقى واقعد فيك. فدي كانت اخر حاجه عملتها. وتقدري تقدمي معاها بقى حاجه ساقعه، تقدمي معاها عصير. والله كنت اعمل لهم فشار برضو وافرحهم كده، بس ما كنتش قادره، خلاص فصلت. بوريكي هنا الشربات، وكنت سايباه على جنب بيبرد، لان هي هتبقى سخنه والشربات بارد، غير البسبوسه والشربات بتوعها هما الاتنين بيبقوا سخنين. بعد ما طلعت باللون الجميل ده هنزل بقى بالشربات. عايزه اقولك هي طلعت مسكره والشربات كتير، فما تكتريش، ما تحطيش الشربات كله. حاولي تسيبي منه كده شويه. انا بعد ما خلصت صفيتها ونقلتها كمان
قولي معايا في طبق كده، وسبتها بقى تهدى. انا بحب اكل الجلاش تاني يوم، بجد بيبقى طعمه تحفة. عامة الحلويات تاني يوم بيبقى طعمها احلى بكتير عن ما هي لسه بتبقى لسه معمولة ولسه سخنة. هنا بقى قطعتها وقلت اما ادوق بقى كده معاكم، شايفين جمالها؟ بس هي عسلها كتير شوية، فتقدري تقللي ايه العسل بتاعك. بتحبوا الحاجات المسكرة بزيادة يبقى خلاص حطي العسل كله. هنا بقى كنت بقطع التفاح لان انا ببقى حابة التفاح كده يبقى ظاهر معاكي وانتي بتاكليه. وبس كده، وبألف هنا وشفا على قلبكم. اشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد، مع الف سلامة.